ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتوا طيبين وعيد مبارك عليكم يا رب العالمين. النهاردة جاية لكم في فيديو جديد. طبعا شم النسيم كان في رمضان وما ينفعش ناكل الأكلة دي في رمضان، فحبيت اعمل شم النسيم بعد ما رمضان خلص. والنهاردة بقى ايه اول يوم العيد، فحبينا ايه ناكل الأكلة دي. أكلة حلوة جدا وبتشجع الأكل وبتفتح النفس، وخصوصا كمان لو في لمة بتبقى حلوة أوي. تعالوا نشوف عملنا الأكلة دي ازاي ونشوف ايه الحاجات اللي معانا. أنا كان عندي رنجة وعندي فسيخ. الفسيخ ده أنا كنت مخللاه. هننضف الرنجة بتاعتنا الأول ونحط عليها شوية زيت وليمون. عايزة بقى تنضفيها على البوتاجاز ماشي، تحطها في صينية وتدخلها الفرن عشان تبقى سهلة معاكي في التنظيف اللي انت عايزاه. ممكن تشغلي عين البوتاجاز وتمشيها عليها كده ايه، القشر بتاعها بيروح مطقطق معاكي كده وبتتنضف معاكي بسهولة. بس انا بحب انضفها بايدي كده من غير ما احطها على البوتاجاز ولا احطها على اي حاجة، والقشرة بتطلع معايا على طول. تعالوا نقشر الرنجة بتاعتنا الاول وبعدين نرجع نعمل الفسيخ ونشوف هنعمل ايه تاني معاها عشان نكمل الاكلة الجميلة دي اللي بتفتح النفس على الاكل. تعالوا يلا ايه ننضف الرنجة بتاعتنا. ما شاء الله الرنجة كانت عندي حجمها كبير وحلوة. انا كنت جايبة طبعا كمية عشان طبعا عارفين العيد، ومعروف ان العيد الصغير ده بيبقى ايه، عيد السمك وعيد الرنجة والفسيخ. فانا كنت جايبة رنجة كتير، فقلت ايه نعمل اول يوم رنجة ايه، نقضيها رنجة في اول يوم. انضف بقى الرنجة بتاعتنا. بصوا القشرة بتطلع سهلة جدا، بصي بتشديها تطلع معاكي على طول من غير بقى ما تبهدلي البوتاجاز بتاعك ولا تزفري الدنيا، لان ما بتعمليها على البوتاجاز كده بتزفر الدنيا، والزيت اللي بينزل منها ده بيعمل ريحة وبيخلي ريحة الشقة كلها زفر. فدي احسن طريقة تنضفي بها الرنجة. تشد القشرة كده هتروح طالعة معاكي على طول. ممكن برضو تحطها في صينية وتعمليها على البوتاجاز من غير ما تدخليها الفرن، بس انا بحب اعملها كده بالطريقة دي وبتفضل ايه طعمها زي ما هو. لما بتعمليها على البوتاجاز بحس ان هي بتحدق شوية كده، الملح بتاعها تحس ان هو زاد فيها. فدي بطبيعتها كده وبتبقى جميلة ما شاء الله، وما بتاخدش اي وقت خالص وبتتقشر معاكي على طول. السرنجية اتقشرت معايا في ثواني، ولا بهدلنا اللحم بتاعها ولا اي حاجة. طالما جايبه الرنجة نوع كويس وماسكه نفسها، ما تجيبيش الرنجة الطرية. في رنجة بتبقى طرية كده تدوسي عليها تلاقيها طرية متبقاش حلوة معاكي. بص الرنجة ما شاء الله عاملة ازاي، طلع الرنجاية بحالها لا مهرية ولا اي حاجة معايا واتنضفت بسهولة. اخلص بقى الكمية وارجع لكم. نيجي بقى عشان ايه ننضف كمان ايه الفسيخ بتاعنا. والرنجة كانت مبطرخة. البطروخ اللي هو الخشن ده بيبقى جميل قوي غير البطروخ الناعم. بس نضفت الرنجة هي ما شاء الله جميلة ما شاء الله عليها. ننضف بقى الفسيخ بتاعنا ده. انا كنت مخلله الفسيخ ده، بنضفه برضو بطريقة سهلة جدا. بالسكينة كده بتروحي قطع الراس بتاعته وتفتحي البطن وتروحي مطلعة ايه المصارين بتاعته منه وتنضفيه بالمعلقة. تجردي بالسكينة، انا بجرده بمعلقة كده بيروح طالع معايا على طول، والقشرة بتطلع نظيفة ما فيهاش اي حاجة خالص. المعلقة بتروح لما كل حاجة. طبعا انا مخليلاه وكان طعمه جميل وتحفة ما شاء الله، وكان لا حادق ولا دلع، كان ملحه مظبوط وكان عامل زي الزبدة ما شاء الله. بص ما شاء الله القشرة عاملة ازاي، انا بالمعلقة كده وبروح جرداه اللحم كله بيطلع في المعلقة. بص القشرة بتطلع نظيفة معاكي كده مبقاش فيها اي لحم خالص. دي طريقة سهلة جدا لتنظيف الفسيخ. وعندي بقى شوية خضار كمان هنحطهم جنبيه عشان ايه يفتحوا النفس على الاكل. والرنجة انا ما بحبش احط عليها طحينة ولا خل ولا اي حاجة، بحط عليها شوية ليمون وشوية الزيت وخلاص. عايزة تحطي عليها خل تحط طحينة زي ما انت عايزة. لما بتحط الطحينة كمان بتسحب الملح منها، بس انا الرنجة عندي هنا دلعة واحنا بنحب ناكلها كده عليها ايه ملح وليمون بس فقط لا غير. الفسيخ طبعا انا مش هحط عليه حاجة، مش هحط عليه زيت، لان الفسيخ طبعا ده السمك اللي هو البوري وبتبقى مدهنينه شوية كده، فمش محتاج ان انا احط عليه زيت. ممكن اعصر عليه ليمون بس كده. طبق الرنجة بتاعي خلصان خالص اهوت. مش هحط عليه حاجة تاني غير معلقتين زيت كده ولا 3 معالق زيت عليه وخلاص. يبقى كده خلصنا طبق الرنجة وخلصنا ايه الفسيخ بتاعنا.
طبعا مجهزه بصل اخضر وبصل ناشف والليمون وكابوتشا، وكان عندي عيش طبعا في الفريزر طلعته، وكان عندي سردينه بلدي كنت مخليلها برضو عشان بعمل حساب ان في العيد الصغير فسيخ ورنجه وسردين. دي سردينه بلدي انا برضو كنت مخليلاها، طلعت منها بشيلها متنضفه برضو كده واسيبها ايه جاهزه على الاكل على طول، وقت ما نحب ناكل تبقى الحاجه جاهزه معايا. وكان عندي برضو بسارية مخللاها، طلعت منها شويه عشان تبقى اكله متكامله بقى، يبقى فسيخ ورنجه وسردين وبسارية معاه، بسارية او انشوجة زي ما بتقولوا عليها او ملوحة، في ناس بتقول عليها الملوحة. اكلة جميلة ما شاء الله، تفتح النفس على الاكل. يا سلام بقى لما بتبقى في لمة كده بتبقى جميلة. طبعا ما كانش فيه بصل اخضر، قطعت بصل من العادي، بصل ناشف، وكان عندي كابوتشا غسلتها. وده الغدا بتاعنا في اول يوم العيد. طبعا معظم الناس بتعمل رنجة اول يوم العيد عشان معروف ان ده عيد السمك وعيد الرنجة، معظم البيوت تلاقيها عامله ايه رنجة. ده يا حبايب قلبي كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، واترككم في رعاية الله.